يا مساء الورد، اهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وكل ام بصحة وخير وسلامة. الفيديو دوت مهم جدا، عايزاكم تركزوا معايا علشان تحترفي شغل اللاسيه. شغل ممتع جدا، عايز صبر، عايز حد كده صاحب مزاج عالي، لان هو شغل بيتميز ليه بصمته الخاصة عن اي شغل هاند ميد او اي شغل يدوي. يعتبر شغل اللاسيه من اكتر الاشغال اللي بتاخد وقت ومراحل في شغلها، ومن اروع يعني من اروع المنتج او اروع الاشغال اليدويه اللي بتديكي شغل او نتيجه ممتازه. المعلومات دي بسيطة، تقريبا المحترفات المدقدقين كده اللي هم بيعرفوا المعلومات ديت. طبعا انا مش خبرة ولا حاجة، انا المعلومات دي عرفتها من المهندسة منى موسى، هي خبرة في الشغل دوت، وادتني المعلومات دي في الجاهز، قلت على طول اقولها لكم. بس قبل ما نبدأ في الملاحظات ديت، اتمنى ان انتوا تحت الفيديو ده في علامة حمراء كده مكتوب عليها اشتراك. يسعدني لو انتوا اول مرة تشوفوا فيديوهات اللاسيه، يسعدني جدا ان انتوا تنضموا، واكون شاكرة ليكم جدا ان انتوا تنضموا للقناة. وطبعا ما تنسوش التعليقات الجميلة بتاعتكم اللي بتحفزني وتخليني ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر. قبل ما نبدأ معلش حاجة تانية حابة ألفت انتباهكم ليها. في ناس كتيرة قوي مش عارفة توصل للرسومات، في ناس كتيرة مش عارفة توصل للإيطان اللي هو اللاسيه اللي احنا بنشتغل عليه. حتى في داخل مصر وخارج مصر، يعني في ناس في الجزائر وتونس والمغرب بيسألوني هو الشغل ده اسمه ايه عندنا. في التعليقات لقيت حد كان كاتب اللي في الجزائر وتونس والمغرب بيقولوا في حاجة اسمها سوتاج. السوتاج ده انا دخلت عليه، هو عبارة عن كردون رفيع، بس انا ما اشتغلتش بيه، معرفش هو شبهه ابن عمه يعني دوت اللي هم في البلاد العربية. وكمان في عندنا صفحة مخصصة لبيع كل الرسومات اللي تخطر على بالك، رسمة كبيرة، رسمة صغيرة، رسمة لاسيه روماني، لاسيه عادي، تدخلي على الصفحة بتاعتنا. واحنا والمهندسة منى موسى هي المتخصصة بس، انا طبعا متخصصة بس في الغرز، لكن بالنسبة للتصميمات سواء تنفيذها او تصميمات جديدة خالص، لو انت عايزة تنفردي بتصميم جديد احنا ننفذهولك، او خاصة اللي بتعمل الشغل ده طبعا مهندسة منى موسى. الرسومات كلها موجودة، الإيطان متوافر، في شحن بالبريد المصري في أي بلد، سواء كنت في داخل مصر أو خارج مصر. معلش طولت عليكم، يلا بينا نبدأ في الملحوظات. رقم واحد، اهتمي جدا بتثبيت الإيطان والمشي على الرسمة بالظبط. ما تقوليش ان ديت خطوة مش مهمة، لا بالعكس، هي اللي بتحدد لك اذا كان الفينش النهائي هيطلع مظبوط ولا لا. احيانا بنشد الخيط قوي، فدوت بيبين في الشدة، في اما بنخلص المفرش ساعات بنرخيه فنلاقي الايطان مايع معانا. فدي اهم خطوة، هي المرحلة الاولى في تثبيتك. طب نثبت ازاي؟ هسيب لكم الفيديو اللي هو اول مرة يشوفوا الفيديو ده، هسيب لكم الفيديو الاولاني بتاع المبتدئات ازاي نشتغل تثبيت الايطان كده ونمشي على الرسمة. في طريقتين برضو هقولها لكم. الطريقة الاولى وهي الافضل ان احنا شايفين الخيط اهو بره الايطان، مش داخل جوه الايطان خالص، مش داخل جوه الايطان، دي الطريقه الافضل. في طريقه تانية ان انتي تدخلي في الايطان في نفسه. ايا كانت الطريقتين كويسين، بس الافضل فيهم ان انتي تخرجي بره الايطان. الملحوظه المهمه جدا جدا جدا، حطوا تحتيها كده 100 خط. انا هنا اهوت فرده ده شايفينه، الجزء المفروض دوت انا جبت قطعة قماشة ومشيت عليها المكوة. شايفين ده؟ ركزوا كده، انا هقلب المفرش، هو المفرش كبير متر تقريبا. شايفين هنا اهوت انا عاملاها بالمكوة الجزء ده، لكن ده انا مش عاملاه. هقرب كده، شايفين في تضلعات كده. المكوة اما بتيجي نحط الشغل بتثبتها لنا، فبتسهل علينا التثبيت. طب امتى نكوي؟ انا عن نفسي كنت بكوي في اخر مرحله.
الخبرة والناس الكبيرة اللي فاهمة اللي بيعشقوا اللذيذ زي طنط منى كده فهمتني ونصحتني عشان شغلك يطلع مظبوط. وانا حبيت اقول لكم كل مرحلة بتعملي او كل خطوة اكوي فيها، بس مش مكوى بقى نحرق القطان، لا، فردة بس. وهقول لكم الطريقة ازاي. طيب انا هنا مش مثبتة، المفروض بفرد المفروض بفرد القطان بتاعي. طيب افرض انا اشتغلت ثبت القطان ونسيت مثلا اكوي، خلاص مفيش مشكله. اهم حاجه قبل ما تبداي بالغرز والعواميد تفردي المفرش بتاعك، عشان يبقى عندنا هنا هو اما اجي اعمل الغرز الاقي الشكل كده مفرود. طبعا انا الغرز دي كنت عاملاها في فيديوهات مصورها لكم، فانا بدات في الغرز قبل ما اخلص المفرش كله. فانتم ما تبقوا شغالين في مفرش يعني امشوا مرحله مرحله، ثبتوا بعدين شبكوا القطان، وطبعا كل مرحله هتكوي. طب هنكوي ازاي؟ انا مثلا هاجي من الجزء اللي هو دوت اللي فيه تطلعات، هجيب قطعه قماشه بس انا عاملاها مجوز، بخاف يتلسع معايا القطان عشان هو تقريبا في اللفه دي بتبقى حرير شويه. بحطها كده. لو انت عندك مكوى بخار كان بها. بصوا تكه بسيطه اهي، انا بس يعني كده، يعني بفرد بس بحاجه بسيطه بالمكوى كده خلاص. كده انا ايه هتلاقيها فردت، ايه الجزء ده فرد معايا. طب لو انت ما عندكيش مكوى بخار هتجيبي قماشه منديه شويه يعني فيها نسبه ميه وتعمليها يعني تحطيها برضو فوق القطان وتمشي بالمكوى. شايفين انا عملت تكه بسيطه فردت لي القطان، وهبتدي طبعا اشبك اهي فردت. شايفين الجزء ده كده اهو فردتهولي بحيث اما اجي اشبك القطان ببعضه يسهل عليا ويبقى مفرود. طيب ايه الملاحظه بقى، الملاحظه الاخيره، ازاي لا ملحوظتين معلش. ازاي نشبك هنا القطان ببعضه. في ناس بتكتر قوي عدد اللفات وفي ناس بتوسع. لا، هقول لكم ادي الطريقه اهي، خليكم معايا. يعني احنا دلوقتي في الفيديو ده هناخد ازاي نشبك وازاي نقفل الشغل بتاعنا. يعني ايه نقفل؟ هنا اهو شايفين دي، استني اوضحها لكم. دي لو انتوا تلاحظوا اهي في يعني متقفله، دي برضو متقفله. ازاي نقفل النهايات والبدايات بتاعه المفرش بتاعنا؟ هنيجي كده اهو هنا نمشي بس الخطوه الاولى واحده واحده مع بعض. طبعا انا مثبته هنا بس الخيط، يعني انا مدخله الخيط هنا اهو عشان امد خط. باجي بشتغل واحده على اليمين وواحده على الشمال، وايدي تبقى متساويه اهي. يعني انا ادي ملي يبقى ملي اللي بعديه كمان. بصوا تكه واحده. انا هنا شغاله بخيط صياد رفيع قريب من لون القطان. لازم التقفيل يا اما بخيط قطن يا اما بخيط رفيع، بس اهم حاجه يبقى مدي لنفس درجه القطان او قريب منه يعني. شايفين؟ ثواني اقرب لكم اهي، يا رب تكون واضحه التقفيله بالنسبه لكم. هنعمل ايه بعد كده؟ هنمشي اي قطعه تقابلنا بنعملها اهي. بدخل كده برضو طيب انا خلصت كده الجزء ده. شايفين؟ يعني مش بكتر اللفات ومش بقللها، يعني ملي 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 ولفة واحدة مش كذا لفة اهي. باخد كده اي حاجة فيها فراغات ما بين القطان والقطان بشبكها. احنا ماشيين كده مع بعض واحدة واحدة. بالنسبة لتثبيت القطان هسيب لكم برضو الفيديو تحت الفيديو ده على طول. تمام كده خلاص. الجزء ده هعمل ايه؟ هطلع سنة واشتغل كده برضو.
انا خلصت اهو الجزء ده. هبتدي ادخل جوه الايطان. فين الكاميرا اهي. هدخل جوه الايطان كده واوصل للناحية اهي. اي فراغات بعملها. يا رب تكون الفكرة واصلة اهي. ادي 2 اهو منفصلين. هشبك ده مع ده، ده مع ده، ده مع ده. تمام. لا انا مش بلف الخيط ده، هي الخيط لفت ثواني اهو. تمام. وبدخل كده وهكذا. طيب المرحلة بقى ازاي نقفل. ازاي بقى نقفل ايه الحاجات دي، الرتوش دي او اللي هي اللي هنا كمان. نجيب ابرة، هجيب ابرة ونشوف ايه الطريقة اللي نقفل بيها. دلوقتي انا هاجي هنا اهوت ازاي افنش الزيادات. هعمل ايه؟ هدخل الابرة جوه الايطان الطريقة دي. طبعا انا هنا قصيت الجزء اللي هو هعمله ومشيطاه بالولاعة، يعني جايبة الولاعة كده اهي. وبعد ما قصيت بس حاجة سنة بسيطة، سنة بسيطة خالص بقفل بيها. وببتدي ان انا ارفيها او الف عليها بالخيط. يعني هاجي كده اهو. اهي انا بلف عليها الخيط بتاعي، سواء زي ما قلت لكم خيط صياد رفيع او خيط قطن. بفضل الفها لحد ما اتاكد ان هي الخيط بتاعي ملا الفراغات خالص. وببتدي ان انا بدخلها جوه الايطان من هنا. وبلف برضو. طنط منى كانت قايله لي الايطان بتاع زمان الرفيع احنا ممكن نتنيه. لو انت بتشتغلي بتتنيه كده تانية وبترفي، او بتشتغلي بتلفي عليها الخيط وهي متنيه. انا عندي برضو ايطان رفيع، هبقى اوريلكم الطريقه ما يبقى الشغل رفيع بعينه. شايفين؟ ثواني هقرب لكم اهو كده. انا لفيتها وده طبعا الظهر. قفلت كل الزيادة بتاعتي ودخلتها في الجزء دوت، بحيث ان احنا نفك ويبقى الظهر يبقى ثابت ومتفنش كويس. خلاص مثلا انا خلصت، بدخل بقى خلاص خلصت شغلي، بدخل وبمشي شوية كده بالايطان. بس كده، موضوع بسيط جدا. يبقى انا كده زي ما قلت لكم ثبتنا شبكنا الخيوط ببعض، كوينا. هنيجي المرحلة اللي قبل الأخيرة وهي عمل الغرز. طبعا الحاجة أنا بس الرسمة كانت من تحت بالرصاص، شفاها بالرصاص، فمش مبينه لكم قوي في الصورة تقريبا. دي عواميد. هنيجي بقى ازاي نعمل العواميد، ازاي نعمل الشكل ده. الجزء الداخلي ده معمول بالإبرة على فكرة، ده كله شغل الإبرة دي. هناخد العواميد وديت، وهناخد شغل الغرزة دي. الغرزة دي برازيلي او برتغاليين هما اللي بيعملوها. وايه تاني اللي انا ما اتكلمتش عليه؟ وازاي نعمل الطريقة ديت. بس بعد كده هنبتدي بقى نحشي الجزء ده كله بالغرز. طبعا انا شارحة الفيديو ده وشارحة الجزء ده
وشرح يعني شرح كل اللي متصور معايا ده الجزء دوت ان شاء الله في اقرب وقت هصور لكم الغرز اللي انا شغاله بيهم بيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه ومع الف سلامه، باي باي.